في عام 1947 هيئة اليونسكو عقدت مؤتمر علمي في القاهرة، هدفه الإجابة على سؤال واحد: ما هو أصل المصريين القدماء؟ ولكن الإجابة على السؤال ده محتاج عدة دراسات تشمل جهات مصر داخليا وخارجيا، من النواحي الأثرية والأنثروبولوجية، وكمان محتاجين نعرف الهجرات القديمة القادمة إلى مصر، وندرس كمان البقايا البشرية. في البداية عزيزي المشاهد، تعال نشوف شكل جغرافية مصر اللي جعلها مناسبة للاستقرار المصري القديم. في عصر الميوسين حدثت اضطرابات في أرض مصر، وخاصة في منطقة البحر الأحمر، اللي نتج عنها ظهور تلال البحر الأحمر من جهة وجبال الحجاز من جهة أخرى، وتغيير نظام جريان نهر النيل بشكله القديم وأصبح على شكله الحالي. وزاد عن كده هبوط خفيف لمنطقة جريان نهر النيل، فأصبح اتجاه جريان الماء نحو الشمال للبحر المتوسط. وخلال العصر ده زاد المطر بشكل كبير، اللي ساعد على زيادة كمية المياه والرواسب اللي بتصل لمصر على شكل فيضان، والفيضانات دي ألقت على سطح التربة وأكملت تكوين الدلتا وقاع الوادي في مصر الوسطى والعليا، وبكده زادت رقعة الطمي والأرض السوداء، وهو ده أصل الأرض الزراعية. طب المصري القديم كان عايش فين مع هذه الأحداث؟ كان عايش في الصحاري، ومع انتهاء الأمطار وحلول الجفاف نزح إلى الوادي وأقام على ضفاف نهر النيل. وفي الحقيقة تم الكشف عن بقايا هيكل عظمي في منطقة كوم إمبو، دل على أول استقرار حقيقي للإنسان في مصر. الباحثين أرجعوا بشكل كبير إن العنصر الأساسي والرئيسي المسيطر على المصري القديم كان الأصل الأفريقي، ومع وجود بعض العنصر الحامي، وحتى العنصر الحامي اختلط مع عنصر سامي قادم من شبه جزيرة سيناء ومن جنوب عن طريق البحر الأحمر. الأساطير المصرية دعمت الفكرة دي، وكانت بتقول إن المصريون كانوا بينتموا لأتباع المعبود حورس، وعلموا المصريين الأصليين الحضارة وأخضعوهم لسيطرتهم. وفسر المؤرخين إن اتباع معبود حورس بدايتهم فعلا من شبه الجزيرة العربية، وحصل الاختلاط بالعنصر الأفريقي والنوبي والعنصر الحامي. ومن هنا نقدر نقول إن منذ العصر الحجري الحديث وبداية عصر الأسرات وسكان مصر عبارة عن أجناس أفريقية ونوبية مختلطة مع عناصر حامية وسامية. وممكن يجي في ذهنك عزيزي المشاهد إن بفكرة أجناس أفريقية نقصد بكده ذو البشرة السمراء، ولكن العكس. الدكتور رمضان عبده علي ذكر في كتابه حضارة مصر القديمة إن من 5000 سنة قبل الميلاد داخل أفريقيا كان يوجد السكان ذو البشرتين، وإن الصحراء كانت عازل بينهم. هو صحيح حصل اختلاط، ولكن ده كان في نطاق السافانا السودانية وجنوب السودان وأثيوبيا وأوغندا وكينيا، ولذلك وجب علينا التوضيح. في عصر المصري القديم أهل الدلتا كانوا بيتميزوا عن أهل الصعيد في الشكل. أهل الدلتا بيمتازوا باستطالة الرأس واعتدال القامة، أما الصعيد تمتاز بالوجه العريض نوعا ما وقوة الفك وبروز عظم الحاجب وطول القامة. في عوامل كتير ساعدت المصري القديم على الاستقرار والارتباط بالأرض. أصله هيلاقي فين أحسن من الموقع الجغرافي ده إنه يتوسط قارتي آسيا وأفريقيا، ده غير توافر المواد الأولية زي المعادن والأحجار بأنواعها والنباتات والأعشاب. وطبعا ما نغفلش عن النيل الأب الحاني على القدماء المصريين اللي خلاهم يعرفوا الزراعة وبداية التطور الحضاري مع وجود أمة حانية وهي الأرض الخصبة. والموضوع تطور حبة حبة لحد ما المصري القديم توصل إلى بعض الحرف
والمهن البسيطة. كده بقت العيشة زي الفل، المحاصيل الزراعية متوفرة طوال العام، ومعاه بعض الحيوانات المستأنسة، وفي رخاء نسبي. فما فيش مانع بقى من شوية إبداع يحقق الراحة في حياته اليومية. النيل ما كانش أهميته فقط في سقي المزروعات، ولكن كان وسيلة للتواصل بين الأقاليم مصر، وده سهل الترابط بينهم وتكون أول وحدة سياسية مستقرة في التاريخ. وده كان واضح جدا في نقوش قاعدة تمثال رمسيس الثاني اللي صور النيل الدلتا ونيل الصعيد شخصين لابسين تاج من نبات البردي واللوتس، ومربوط بينهم حبلين على شكل نبات اللوتس والبردي. وعلى فكرة حتى في الممات يقدم الماء كقربان للمتوفى، وينثر على قبره تحية لذكراه. المصري القديم كان بيقدس نهر النيل إلى حد العبادة، كان بيطلق على نهر النيل اسم إترو، أي النهر العظيم، وإن النيل به روح المعبود هابي، أي معبود الفيضان. وتم تصويره بهيئة بشرية تجمع الأنوثة والذكورة، ويحمل مائدة بتتدلل منها فروع نباتات معلق بها أسماك النيل. علامة الأنوثة تدل على العطاء، والبطن المترهل تدل على الغذاء الوفير. بذكر النيل، كان هناك عادة مصرية قديمة معروفة بعروس النيل. وأحب أقول لك عزيزي المشاهد إن دي خرافة أشيعت عن علاقة المصريين القدماء بالنيل، واللي يقال إنه بيتم إلقاء كل عام عروس بكر جميلة لابسة أفخر الحلي والثياب، وبتزاف إلى النيل، ويتم إلقائها حية حتى تبتلعها مياه النيل. الخرافة دي ذكرت عند أبي القاسم عبد الرحمن ابن عبد الحكم صاحب كتاب فتوح مصر والمغرب، وهو يعتبر فقيه ومؤرخ عربي كبير. أبي القاسم ذكر في كتابه إن عمرو بن العاص لما فتح مصر، أهل مصر قالوا له إن في ليلة 12 من شهر بؤونة بنجيب بنت بعد استرضاء أهلها، وبنلبسها أحلى الحلي والثياب، وبنلقيها في النيل حتى يفيض عليهم. ولكن عمرو بن العاص كان رده إنه ليس في الإسلام من شيء، وكتب رسالة إلى عمرو بن الخطاب بيحكيله ما حدث. فكان رد عمرو بن الخطاب إنه أرسل بطاقة تلقى في نهر النيل بدلا عن البنت، والبطاقة دي مدون فيها من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. الملاحظ هنا أن المؤرخين والرحالة والجغرافيين العرب اللي أتوا إلى مصر ووصفوا مدنها وأحوالها ما تكلموش خالص عن عروس النيل زي المسعودي والكندي وناصر خسرو والإدريسي. ورغم كده الخرافة دي فضلت تروى على مدار 1000 سنة، لدرجة إن أحمد شوقي ذكرها في قصيدته عن النيل. طيب للتأكيد أكتر، هل هناك مصادر أثرية أشارت أو ذكرت العادة دي؟ الإجابة لأ، ولا دليل مادي واحد عن صحة الخرافة دي. وأصلا المصريين القدماء ما كانوش بيقدموا تضحيات بشرية لأي معبود، ده غير عشرات اللوحات والبرديات اللي بتصف أحوال النيل، سواء في الفيضان المعتدل أو الفيضان العالي أو حتى الفيضان المنخفض المسبب للمجاعات. ما كانتش بتذكر أي حاجة عن عروس النيل. تم اكتشاف 3 لوحات كل منها تصف بالتفصيل جميع المراسم والشعار والأغاني والاحتفالات اللي كانت بتقام لدعوة النيل إلى الفيضان وجلب الخير الوفير. وحسب وصف اللوحات دي إنها كانت بتأخذ طابع ديني وشعبي.
وإن الملك بنفسه كان بيحضر الاحتفال الرئيسي زي رمسيس الثاني ومرنبتاح ورمسيس الثالث، وإن الاحتفال ده كان بيبدأ بذبح عجل أبيض وأوز وبط ودجاج كقربان، وبعدها يتم إلقاء رسالة من ورق البردي في النيل مكتوب فيها بعض الدعوات والمداح في النيل، وده اللي تم العثور عليه في بعض البرديات، مجرد ابتهالات ودعوات مكتوبة ولم يتم ذكر أي عروس ملقاه. بعض الأناشيد دي وجدت مكتوبة على لوحتين لولدين في المدرسة كانوا بينسخوا أجزاء من الأناشيد دي، ووجدت جزء تاني من الأناشيد دي في بردية تورين وبردية ساليه، ودول موجودين في المتحف البريطاني. بردية تورين كانت بتصف حالة الناس والحالة العامة عند مجيء الفيضان، والصورة التانية للبردية بتصف احتفال الناس، والصورة التالتة بتصف حالة الناس لو الفيضان كان منخفض، ولا صورة منهم اتكلمت عن عروس النيل. أما بردية هاريس من عصر رمسيس الثالث كانت بتذكر قائمة من القرابين من جميع أنواع الحيوانات والفواكه وغلاف والنباتات وزهور المعابد، وفي نهاية القائمة كان مذكور تمثال لمعبود النيل مصنوع من الذهب والفضة والأحجار الكريمة والنحاس والحديد وحجارة وخشب، ويتم إلقاؤه مع كتب النيل. أما فاندي في كتاب المجاعة في مصر القديمة كان مجمع نصوص كتير بتتكلم عن المجاعة، كان مجمعهم من نصوص الأهرام ولوحات ونقوش المقابر وبرديات وتوابيت، وأيضا لم يذكر عروس النيل. هيكاتي أحد الرحالة اليونان كان اهتم بالظواهر الطبيعية لمصر، وهيرودوت كان بيشرح التكوين الطبيعي لأرض مصر، لم يذكر أي منهم شيء عن عروس النيل. حتى في فترة المسيحية في مصر، واللي أكيد هيستنكر شيء زي ده، ما ذكرش أبدا أي وقائع عن العادة دي. نهاية الإثباتات دي إن ابن عبد الحكم قد يكون روت القصة له من أحد المخرفين، أو ممكن يكون هو مؤلفها بقصد تنفير المصريين من عاداتهم وحضارتهم ودعوتهم للإسلام. في رأيي الشخصي مهما كان نبل السبب، ولكن الطريقة كانت خاطئة، لأنها لازمت المصريين كل الفترة دي وثبتت في أذهان الكثير على إنها عادة مصرية قديمة. ورغبة مني في السعي الدائم لكشف الأخطاء الموروثة، أحب أسأل حضرتك: عرفت